السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى هنعمل أسرع مكرونة بشاميل وبأقل التكاليف. تعالوا بقى معانا نشوف خطوة بخطوة كده. شايفين شكلها تحفة. إمكانيات جبارة بجد، لازم تشوفوا الفيديو وتكملوه معايا للآخر عشان تعرفوا بقى أنا عملتها بأقل الإمكانيات وطلعت بقى حاجة تحفة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي يا أصحابي؟ بجد كانت يعني لازم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ بشاميل كده، عارفين اللي هي تخطف القلب زي ما بيقولوا، تخطف القلب. طلعت حاجه يعني انا مش عارفه اقول لكم، اولادي اعجبوا بيها قد ايه، الاطفال هتحبها جدا. يلا بينا بقى نخش على الوصفه بتاعتنا. هنا جبنا معانا بصل، حطينا عليه معلقتين سمنه، ونبتدي بقى في التقليب وننزل عليهم بالبانيه الشرايح. نبتدي بقى نقلب شويه كده تمام، وننزل بقى عليهم بشويه التوابل بتاعتنا الجباره اللي بتدي ريحه مع التقليبه بقى الحلوه بتاعتك يا شاطره. عايزه طبعا نجيب ان هو كل البهارات بتاعتنا، بصل بودر، ثوم بودر، ملح، فلفل اسود، ورق لورا، فص حبهان. الحاجات دي بتدي طعم جبار يا جماعه، بالذات في الفراخ بتاعتنا. التتبيله ديت هي اصلا كلها. هنا بقى حطيت الملح بتاعي، طماطمايه وقرن فلفل رومي. ابتدي بقى قلبي كده ووطي البوتاجاز بتاعك وسمي الله، وسيبيها بقى شويه كده ايه، تاخد وتدي مع بعضها. شويه ميه بسيط قوي. دي بقى الخلطه اللي احنا هنعمل بيها البشاميل من جوه الحشوه بتاعتنا. نيجي بقى هنا لاهم الخطوات. كريمه الطهي دي اساسي، جبنه رومي، زيتون، اي انواع جبن بقى عندك. ده الدقيق بتاعنا، حطينا هنا معلقتين سمنه على شويه بقى كده من الزيت. ابتدي بقى قلبي كويس قوي. اوعي بقى تنسيني بلايك حلو منك كده يا قمرايه. انزلي عليهم ب8 معالق من الدقيق. 8 معالق دقيق يا جماعه بياخدوا معانا كيلو لبن. وكريمه الطهي دي اساسي، بتدي المكرونه البشاميل طعم جبار. لازم بصوا يا جماعه، المكرونه البشاميل عايزه اقول لك لازم تمونيها كويس قوي، هتاخدي منها ناتج كويس قوي. ما ظبطتهاش بقى في اللبن والكريمه الطهي او القشطه، ممكن تبدلي بيها هتبقى معاكي تمام. او هنا بقى انا زودت بالميه لان طبعا لقيتها محتاجه ميه. مش هحط طبعا كله لبن يعني، اكيد يعني. زودت شويه من الميه ونزلت بقى عليها مرقه ماجي كده وشويه ميه كمان عشان ما تبقاش دسمه زياده عن اللزوم. وهننزل بقى عليها على طول مباشره. هنا بقى ايه، وطيت عليها البوتاجاز. كان عندي شويه جبنه موتزاريلا كده في التلاجة، قلت انزل عليها بيها تديها طعم كده ومطه معانا تبقى حلوه قوي. كريمه الطهي بقى لازم تنزلي عليها بيها، بتدعمها يا جماعه جامد قوي. بتخلي المكرونه بشاميل زي اللي بيقولوا عليها كده. ابتدي بقى قلبي كويس. شايفه انا حطيت طبعا كلها على بعضها، ما كانتش عامله حوالي 30 جنيه، ما كانتش غاليه يعني. وهنا الزيتون بقى والجبنه الرومي. نزلت هنا بالمكرونه، كنت سلقاها نص سلقه، يعني ما تكتريش عليها في النار عشان طبعا لسه هتخش فرن. يا دوبك غليت غلوتين كده ورحت طافيه عليه. ابتديت بقى انزل بنص البشاميل بتاعي. طبعا انا كترت شويه من تحت عشان تبقى ايه، البشاميل اللي فيها كتير كده بتديها طعم جبار قوي. وقلبي كويس. افردي بقى كده وظبطي دنيتك كده، هتبقى حاجه يعني روعه. طبق جبنه رومي كده حلوه من تحتيها، شويه زيتون، تحفه يا جماعه. لازم تجربوها لازم. عايزه اقول لكم الاكله دي كمان الاولاد هيحبوها قوي، وهتستغني بقى عن اللحمه المفرومه. وهنا بقى شايفين منظر الفراخ كانت عامله ازاي، جميله بجد، حلوه قوي. ابتديت بقى ان انا افردها كده واشيل بقى ورق اللورا ده منها تاني. احلى صينيه مكرونه بشاميل هتاكليها على الاطلاق. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ انزلي بقى بالطبقه التانية عليها. ايوه كده. حسيت ان المكرونه طلعت كتيره شويه يا جماعه، كانت كيلو الا ربع مكرونه، عشان بس ابقى عارفاكوا ايه يعني. طبعا ما قالتش قد ايه مكرونه، لا دي كيلو الا ربع، وانا شلت منها شويه صغيرين، حسيت ان هي كتير على الطاجن بتاعي.
ابتديت بقى ان انا نزلت عليها كده بقيه البشاميل كلها من فوق. شايفين بقى الشكل اصلا عامل ازاي؟ ما خدتش في الفرن تسويه كتير، هي حوالي بالظبط ربع ساعه. تلاقيها بقى بتغلب بعضها كده، ولع عليها الشوايه. نزلت بقى عليها باخر حاجه الجبنه الرومي. يا جماعه المكرونه البشاميل ما تستويش كتير في الفرن عشان ما تنشفش معاكي. ربع ساعه وابتدي بقى اولع عليها الشوايه من فوق. خلاص كده انا هدخل على الفرن بقى واطلعها. زي ما انتم شايفين بقى شكلها عامل ازاي. كانت تحفه معاكم في اول الفيديو. ما تنسونيش بقى تدعمني بلايك واشتراك. وعايزه اعرف رايك كان ايه في المكرونه بتاعتنا الجباره دي. بعد ما تعمليها ترجعي وتقولي لي التعليق ايه رايكم بقى، يا ترى هتعجبكم ولا مش هتعجبكم. انا واثقه ان هي هتعجبكم. لايك واشتراك في القناه. باي يا اصحابي.